نرحب يعني انه اخيرا تم تحريك ملف الحبس الاحتياطي، وهو ملف مفتوح منذ سنوات وسنوات، وتعددت فيه مطالب القوى الوطنية والقوى الديمقراطية بضرورة يعني يعني ألا يتحول الحبس الاحتياطي في كل القضايا إلى اعتقال مقنع والى عقوبه، وانه هو ما يكونش بديل لفكره الاعتقال بانه مدد مفتوحه يعني يعقبها تدوير، ويعقب التدوير الاضافه لقائم الارهاب الى اخره، بحيث انه بقى السنوات يعني تحول الحبس الاحتياطي لسجن فعلا والعقوبه مباشره. احنا طالبنا دايما انه الحبس الاحتياطي اولا لازم تقيد مدته، وده ورد في توجيه يعني خطاب الرئيس فتقييد المدة وعدم استخدامه لغير غرضه، وان هو لا يتحول لعقاب ويظل محتفظا بطبيعته كإجراء احترازي. المفروض الحبس الاحتياطي يعني يبقى بيتبع القاعدة القانونية الأصلية اللي هو المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا يسري على جميع القضايا الجنائية والسياسية. لكن لأنه حكمة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي هو حماية المجتمع وحماية الحقيقة، وليس عقاب مفترض لمتهم افتراضي. وبالتالي يعني عدم تمكين شخص يمثل تهديد للمجتمع من أن يكون حرا طليقا في فترة المحاكمة وفترة التحقيق، إنه أيضا لا يعبث بالدليل ولا يغير من شهادة الشهود حال بقائه حر. كل الأمور دي لم تكن يعني في وضع المتهم السياسي، المتهم في قضايا سياسية، المعارضين السلميين ملهاش محل، لأنه هم مش هيخفوا الدليل منشور. الدليل هو قالوه أو نشروه بكافة أشكال النشر، وبيبقوا معتزين بما قبلوه من آراء، هي آراء معارضة مخالفة إلى آخره. ايضا الشهود مش هيأثروا عليهم، لان الشهود هم الطرف الاقوى، هم رجال الامن، هم عناصر الامن اللي قدموا عنهم هذه التقارير. ثم ان هم مش من عتاة المجرمين اللي هيمثلوا تهديد للمجتمع، لا هم لصوص من اللصوص المطلوقين علينا في كل حته، ولا هم من عتاة المجرمين. وبالتالي هذا التوسع اللي حدث في الحبس الاحتياطي جوهر القضايا كانت قضايا سياسية. الحبس الاحتياطي مثل غطاء لتكميم وتقييد المعارضة وحقوقها في الممارسة السياسية. فالنهاردة يعني طالبنا دوما بأنه يعني ده بيسيء للحق في التعددية والحق في التنوع، وبالتالي مش القضية هو الإضرار بالمتهمين في فترة الحبس الاحتياطي فقط، إنما هو الإضرار بالمجتمع عموما بتقييد حرية الرأي والتعبير. النهاردة يعني التوصيات دي كلها كمان اللي احنا أثناء مناقشات الحوار الوطني أودعتها أحزاب الحركة المدنية في النقاش، ثم في كتاب وجهته لأمانة الحوار الوطني وللهيئات المختصة، وهو نشأ بجهد جماعي وتوافق جماعي، وكان العنوان الأبرز له والمستمر إنه ينبغي إعادة النظر في كل قوانين الإجراءات الجنائية، شاملة تعريف الإرهاب، وشاملة يعني تعريف طبيعة الجريمة الإرهابية، وشاملة التمييز بين الرأي والإرهاب، وشاملة يعني عدم استسهال وضع المعارضين السلميين على قوائم الإرهاب حتى يظلوا في حالة اعتقال مستمر. كل ده كان يعني موجود ووارد في
الفترات وفي المناقشات السابقة. اللي احنا بقى بنأكد عليه النهارده انه كمان الحبس الاحتياطي لا يجوز ان هو يشمل المعارضين السلميين، لا يجوز ان يطبق على قضايا الرأي، لان هو بطبيعته هو اساسا اجراء احترازي تنتفي ضرورته في جرائم الرأي، لان جرائم الرأي ليس فيها عنف، ليس فيها فرص لتغيير الشهادات، ليس فيها فرص لتهديد المجتمع. بالعكس، الاصل لو انا عاوز احمي المجتمع واساعد على تطوره ان انا اترك الاراء المتنوعه. انت لما تجهد وتقيد حريه الراي وترهب من لهم اراء مخالفه، المجتمع بيضار. مش الفكره ان في واحد بس بيفضل سجين بدون دليل وبدون ادانه من مؤسسه عدليه حقيقيه. لا، بيبقى فيه ان المجتمع مش هيتمتع بحيويته في طرح بدائل اخرى للازمات او في الاسهام في تطوير امور تتعلق بالسياسه العامه للدوله او الاخر. هيبقى في احداث. فاحنا دلوقتي بنقول انه نتمنى انه في قضايا الراي وفي المعارضه، يعني في كل امر يخص المعارضه السلميه نكون تجاوزنا المرحله دي. في مرحله ارتبطت في فترة كان فيها تقدير لدى الأجهزة، وإن كنا يعني نختلف معاه إنه مصر مهددة وإنه ينبغي إنها تنعم بالاستقرار والأمن، وإن الطريق للاستقرار والأمن هو إنه يبقى فيه إدارة عن طريق القبضة وعن طريق الإجراءات وعن طريق الأوامر. كل يعني في الخطاب الرسمي للدولة نفسها إن هذه الظروف تغيرت، وإن مصر بتنعم بالاستقرار وبتنعم بالأمن وإلى آخره. فبالتالي لم يعد هناك مبرر لهذا التوسع. وحتى في القضايا الجنائيه، انا بقول في القضايا السياسيه لا يجوز من الاصل تطبيق الحبس الاحتياطي، واتمنى ان هذا يكون واضح في نص القانون، ان دي عقوبه احترازيه في القضايا الجنائيه، في قضايا تهديد الامن العام، لكن مش في القضايا السياسيه، لانها في القضايا السياسيه بقى بتعتبر عقوبه احترازيه للمجتمع نفسه.